عليكم، مرحبا بكم مطبخ معمر. شرفتوني نورتوني في قناتي متواضعة. صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام. ونقولوا وصفتنا اليوم اللي هي الشربات، شربات تاع القارص. شربات يعني قارص 100%، ما درت لا ملون ولا شي. يلا نروحوا المطبخ ونشوفوا كيفاش عملنا هاد الشربات البنينة بزاف بزاف بزاف. يلا المطبخ. بركة الله. الشربات تاعنا شربات واش نقول لكم قارص 100%، يعني ما فيهاش مواد اخرى، ما فيهاش ملون، ما فيهاش لاسيد، ما فيهاش، يعني ماشي تجاريه. هذه اليوم ندير لكم هذه الشربات الحقيقيه تاع القارص، والمره الجايه ان شاء الله ندير لكم التجاريه اللي حوستوا عليها وبصحتكم. يلا على بركه الله. عندي كاس قارص، يعني كيلة قارص، عصرته وصفيته، عصرته وصفيته. زيد عليه كاس سكر، يعني كيلة قارص كيلة سكر. اي كاس تخدمي به هذيك هي الكيلة تاعك. ونخلطوه بالبغا ميكسور. هنايا تحركيه مدة 3 دقائق حتى يذوب السكر. المهم ما تحبسيش من الخلاط حتى تشوفي السكر ذاب في القارص. يلا هنا نبداو نديرو في الماء تاعنا. انا الماء هنا ما نقولكمش شحال، كاين اللي يحبها ثقيله، كاين اللي يحبها شويه خفيفه. دوك انا نقول لكم كيفاش نحبها، ولكن نتوما كل واحد انا حتى السكر قلت لكم يعني مقادير مضبوطه، ولكن كاين واحد اخرى تحبها اكثر معسله. دائما البراميكسور هو اللي يخلط لنا، دائما انا مغير لها المكان. الطاس هذا ما يكفينيش، ونرجع لكم. نفرغ هنايا، المهم في مكان يكون فيه ليتساع باش نقدر نخدم. فوالا ونزيد الماء. انا هنا ندير ريتله تاع ما، ريتله تاع ما. شوفوا واش ندير. عندي مغرف تاع اكل حليب، انا هنا درت كونديا وانتم ديروا واش حبيتوا، يعني كونديا تحافظ على ما يتغيرش المذاق تاعها. يعني بصراحه هنا عندي مغرف تاع مزهر، مغرف تاع مزهر، مغرف تاع اكله في الكاس، يعني في الكاس تاع سكر عندنا مغرف تاع مزهر ومغرف تاع حليب. عندي المغرف هذيك الصغيره كامل نديروها في الشاي لافاني. هذه الشربات الحقيقيه. المره الجايه ان شاء الله ندير لكم الشربات التجاريه. هذه بردي بها خاطرك كما يقولوا. فوالا شوفوا السكر تاعنا ذاب كامل. علاش؟ ذوبناه في يعني في القارص. نهار الاول كي يذوب في القارص خلاص ما تخافيش عليه، تقعد الشربات تاعك بالطبع. الشربات تاعنا في طاس ونتلاقاو في صحن التقديم، لانها هذه الشربات دات معايا ريتله تاع ما، كاس تاع سكر، كاس تاع قارص معصور وكان مصفي، عندي مغرفه صغيره كامل تاع لافاني، مغرف تاع اكل من المزهر، ومغرف من الاكل تاع حليب. يعني وكانت ريتله تاع ما كما قلت لكم كانت كافيه، وانت لك الاختيار، ولكن كي تذوقيها ادعي دعوه الخير. شربات 100%. يلا نتلاقاو في الطاس اللي حنا نعمل فيه هاد الشربات. الشربات تاعنا جاهزه حاضره، اللي كنتوا معايا فيها خطوه بخطوه. شتوني كيفاش حضرتها في وقفه. عملنا احلى شربات بنا بزاف واعره. يلا واش راكي تستنى؟ عندك القارص في الدار، هذا الوقت راه شويه رخيص، نقدروا نعملوا كامل الشربات في ديورنا. سي بريزونطابل، تقدميها لضيافك لناسك لولادك. يلا في وقفه وانت عملتي احلى شربات. نقولكم اللي عجبتها القناه مرحبا بها، يعني تكوني اخت من اخواتي في الله. دمتي بخير وصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.